انا الجمله دي بقيت بسمعها من امهات كتير قوي. انا حاسه اني لوحدي بعد ما الولاد بيناموا، بعد ما بخلص شغل البيت اللي انا بلف بيه زي اللي داير في ساقيه طول اليوم. اما بقعد مع نفسي بحس اني لوحدي قوي، بالرغم ان البيت مليان ناس، بالرغم اني بشوف اهلي، بالرغم اني من ان لاخر بعمل مكالمه مع صحابي، يعني مكالمه نادره كده بتتقطع 20,000 مره بطلبات الولاد والباب اللي بيخبط والمليون حاجه اللي في الدنيا. بس الامهات ساعات كتير بقت بتحس بالوحده. وليه احساس الوحده ده زاد قوي دلوقتي عن زمان؟ يمكن جزء منه ان المسافات بعدت، ما بقتش الناس ساكنه قريب من بعض زي زمان، ما بقتش الناس تتجمع، الناس بقت تتكسل تتجمع، الناس بقت بتعزي بعض على الواتساب والفيسبوك، الناس بقت بتكسل تكلم بعض في التليفون عشان هتبعت اسهل. اقول لكم حاجه، الناس بقت بتكسل حتى تسمع الفويس ريكورد اللي هو التسجيل الصوتي على الواتساب. لسه هقعد اسمع، طب سرعوهولي شويه عشان مش عايزه اسمعه قوي. ففي جزء ليه علاقه بان الناس بعدت، في ناس مسافره بتشتغل، اهلها بعيد قوي وهي لوحدها في تجربه كبيره. في حاجه ليها علاقه بالسوشيال ميديا. السوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي هلكتنا يا جماعه نفسيا. دي اعاقه نفسيه، والله العظيم اعاقه اجتماعيه، اعاقه في التواصل. انا مش عارفه ازاي سموها مواقع التواصل. هي طبعا حلوه انها بتوصلك لناس كتير، هي بتوصلني ليكوا، فهي اكيد ليها مزايا، بس احنا بقينا بعاد قوي عن بعض. في حاجه تانية بقى مهمه ملهاش علاقه بالسوشيال ميديا ولا حاجه. كام واحد مننا مستعد فعلا يسمع التاني بجد، مستعد يدي حاجه اسمها الامباثي او التعاطف، اني اسمعك من غير ما احكم عليكي، اني اسمعك من غير ما اقعد اتفلسف واديكي حلول، اني اسمعك وانا فعلا فاضيه اسمعك. الامهات بقت بتخاف تحكي لبعض لانه ساعات الحكايات بيبقى فيها تقطيم كبير، ولانها ساعات بتبقى خايفه تحكي لك عشان حاسه بالذنب ناحيه حاجه معينه، مش عايزه حد يقول لها انت غلطانه، هي عارفه. وانا جايه اقول لكل واحده ليها صاحبه وليها اهل. وحش قوي ان انت تتوحدي في الدنيا وانت عندك كل دول حواليكي، صح؟ فلو سمحتوا يا جماعه حسوا بالامهات، حسوا ان هم في تجربة صعبة، بالذات الأمهات الجديدة أو في السنين الأولى من عمر البيبي، خصوصا لو معاها أكتر من طفل. الست دي بتعمل مجهود كبير قوي، مش طالبة منكم أي حاجة، لا بتاخد مرتب على اللي هي بتعمله، طبعا بتاخد ثواب عند ربنا كبير ومسؤولية كبيرة جدا، بس لا بتاخد منكم مرتب ولا بتقول لكم تعالوا سقفولي على اللي أنا بعمله، ولا حتى ساعات بتقول هاتوا الكلمة الحلوة تسلم ايدك وشكرا. فين الكلام ده يا جماعة؟ راح فين؟ انت عارفة أحلى حاجة ممكن تعمليها الأم لو قابلتيها؟ انك تقولي لها ميزة حلوة شفتيها في ابنها. الله ده ما شاء الله الولد ده مؤدب قوي، الله انتي تعبتي جدا عشان تعملي له وجبات حلوه، والله برافو عليكي. عارفه هي هتروح حاسه بايه؟ اصل هي مش زي الناس العاديه شايفه نفسها دايما صح، بالعكس الام الديفولت بتاعها في السيستم انها شايفه نفسها غلط، او شايفه نفسها مقصره وكان في احلى من كده. فلما تروح وانتي محسه انها كويسه هتطير فوق السحاب. بيقولك الكلمه الطيبه عامله زي الشجره الطيبه، تحطي البذره في الطين توصل لغايه السما، تخلي اللي قدامك يحبك، تخلي اللي قدامك عايز يرتاح لك ويسمعك تاني. فعشان خاطري وفروا الحضن لبعض، بلاش نتوحد واحنا كل الملايين دي في العالم. ولو سمحتي ليكي انتي كأم خفي من اي حاجة في مواقع التواصل بتضغط عليكي، اعملي انفولو. ده الانفولو ده ولنا في الانفولو حياة يا جماعة. شيلي الناس المتكلفة، شيلي الناس اللي بتحسسك انك فاشلة. مش لازم تفضلي طول الوقت بتتفرجي على ناس بتعمل روتينات وحاجات فظيعة واو وتحسسك ان انت دايما فاشلة. انت فاكرة انها حاجة لذيذة انك بتتفرجي عليها، لانه البني ادم دايما اسهله انه يتفرج بدل ما ينفذ، بس هي بتاكل من طاقتك. في حاجات كتير بتاكل من طاقتك. شيلي الحاجات، اقفي مع نفسك وقفه عشان انتي تستحقي تبقي مرتاحه اكتر، وقفي الحاجات اللي بتهلك طاقتك واعملي لنفسك وقت. ان شاء الله 5 دقايق، شوفي فيديو المي تايم ازاي ياخد 5 دقايق باقل الامكانيات. اطلعي البلكونه 5 دقايق، بصي النور ربنا كده وخدي نفسك، شوفي الناس الطبيعيين اللي بتكلم بعض، كلمي صحابك. لازم اعملي وقت. انتي اهم من حاجات كتير قوي تافهه بتتعمل. علاقاتك بالبني ادمين، صحتك النفسيه اهم من حاجات تافهه كتير قوي ممكن تتعمل. كل الحاجات اللي بتتعمل في توضيب البيت اشياء. انتي بني ادم، انتي روح البيت ده. لو روحه انطفت يبقى البيت ده ملوش لازمه، حتى لو هو انضف بيت في الدنيا، حتى لو بيبرق.
انت الكيان اللي خالق الفرحة والبهجة والدفى في البيت ده والعطاء والحنان في البيت ده. وخليكي عارفة انك مش لوحدك، احنا كوميونيتي كبيرة قوي من الامهات عايزين ندعمك. وخليكي فاهمة ان اللي انت فيه ده مؤقت، فترة قصيرة قوي، وانا بفكرك وهترجعي تقولي ايه، انا زهقت قوي، انا حاسة ان انا عايزة انزل الشغل بقى، العيال كبروا. وفي امهات من كتر الزهق بتفكر تجيب الطفل الثالث والرابع يعني بتقلقيش، الزهق جاي والنزول للناس جاي. السلسلة دي معمولة لسلامك النفسي، اسمها طبطبة. كل يوم 4 على اليوتيوب الساعة 10، كل يوم خميس على الفيسبوك الساعة 10. لو الفيديو ده طبطب عليكي، طبطبي بيه على تانية. ربنا يبارك في الولاد ويقويكم.